الشيخ عباسط عبد الصمد صاحب الحنجرة الذهبية ما كانش مجرد قارئ للقرآن الكريم، لا، ده صوته كان لحن سماوي تشعر فيه كده بدفء وحميمية وموسيقى لا تكتب. الحقيقة أن ربنا وهبه نغمة ربانية تخلي كلامه يصل إلى القلوب بسرعة جدا. كان ظاهرة رحمه الله وأيقونة قراء القرآن الكريم، والحقيقة كان محبوب في الشرق وفي الغرب. له وقعة في الهند سنة 1980. كان راح في مسجد دلهي القديمة وفوجئ بعشرات الآلاف تتدفق حتى امتلأت الشوارع بالحشود، وبدأ يقرأ القرآن الكريم. ومن حسن حظ الشيخ عباس عبد الصمد ان الدكتور مصطفى الفقي كان موجود في هذا اللقاء باعتباره المشرف على النشاط الثقافي، ومن هنا سجل ما حدث مع الشيخ عباس عبد الصمد. بيقول اول ما قرأ الجنود بدأ يبكوا بشدة، وفوجئ بان الناس كلها عماله يقول تحيا الازهر تحيا مصر. ثم حدث شيء غريب جدا، مجموعة من الهنود راحت على المنصة، كان معاهم جلد نمر محنط جميل الشكل، وأدول أعطوه للشيخ. الحقيقة الشيخ ما رضاش ياخده مجانا، فسأل الدكتور مصطفى الفقي، قال له يعني ده بكام ده؟ قال له ده ب10,000 روبية، أي ما يعادل 1000 دولار. الشيخ قال إذن سوف أزود في القرآن في القراءة نصف ساعة إضافية فوق الوقت المقرر. كلما قرأ القرآن كلما ازداد الاحتشاد، وفوجئ الناس بانهم قفلوا الشوارع والميادين. وكانت المشكلة ازاي الشيخ عباس عبد الصمد هيخرج من هذا الحشد ومن هذه الجماهير المتدفقة واللي ملأت الشوارع والمسجد والميادين. لكن كان من ستر ربنا ان الشرطة كان عاملة حسابها لهذا الموضوع، وكان في باب مخرج خلفي هم كانوا محوطين عليه، وفوجئوا بان البوليس حاوط الشيخ عباس عبد الصمد وخرج بيه جري. ما ركبوا سيارة هو والدكتور مصطفى عشان يعود الى السفارة المصرية. الحقيقة لو ما كانش الشرطة عملت كده ما كانش حد يعرف ايه اللي هيحصل للشيخ عباس عبد الصمد، لان الكل كان عايز يقترب منه او يتبارك به ويلمس يده او حتى طرف عباءته. من حسن حظ شيخ عباسط ان الدكتور مصطفى سجل هذه الواقعة في كتابه الشيق. تحياتي.